لازم تعرف نفسك كويس، لازم تعرف نفسك كويس. طيب ليه؟ عشان تعرف تتعامل معها. وفي طرق في التعامل. من طرق التعامل ونجري عليها وخلاص كده: المجاهدة بالقطع. بالقطع. فاكرين الفضيل؟ قلنا البنت راحت فين؟ خلاص انتهت. شيخ برضه تاني بيقول ايه؟ ما بقول لك هي سبحان الله تحضر مرة تاخد نص معلومات الحياة. قال لك هناك امور لا يصح فيها الا البتر. مش قال كده؟ صح؟ بتر يعني بس. وعلى فكرة وده اغلب الامور، واحنا كرجالة فاهمين ده كويس. دي ضحكة خبيثة، مش ابتسامة. مش ابتسامة اللي هي بتاعت من باب تبسمك في وجه اخيك صدقة. لا دي مش صدقة، دي اللي هي واخد بالك واخد بالك. انت عارف وانا عارف في حاجات لازم قطع، نهي تام. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس، بس خلاص شكرا، اطلعي بره. تمام؟ مش نعمل كده تاني. لا مش اطلعي بره، اقفي بره الباب، اطلعي بره الحياه دي، روحي حته تانية، انت مش هنا. والا ايوه هيقعد يقول لك خلي بالكم في حاجه برضه، هرجع اقول لك تاني، احنا كرجاله وانتوا فاهمين كلامي من غير ما نقول يعني، لو كل واحد كتب ورقه دلوقتي وقال الذنب طب والله مش هنعمل كده، مش هنعمل كده، بس لو دلوقتي وزعنا ورقه علينا كلنا وجبنا راجل بتاع اللي هو البوله الازاز دي، تمام، وعد حط كل واحد حط ورقه بتاعته وفتحنا، والورقه هقول فيها كل واحد يكتب الذنب اللي هو بيعمله بقاله كام سنه مش عارف يبطله. انا بقول لكم اقسم بالله هتسمعوا 20 و30 كمان من اللي سنهم كده. انا بقى عايز اقول لك للشخص اللي بيقول انا بقالي مثلا 2 و3 و4 ان مستقبلك لسه جاي. الفكره بس ان انت لسه ما عشتش ال20. عارف في واحد بيقول ايه ده، صح احنا اصحابنا اليومين دول يقول لك ياه، يعني انا دلوقتي اقدر اقول في واحد اعرفه من 22 سنه هو يعني اتخض، فاهم ليه؟ لان هو ذات نفسه، هو انا بقى عندي 22 سنه في حاجه يعني بس بتتعملت في الوقت ده ولسه في حياه تانية اصلا غيرها. انا بقى عايز اقول لسيادتك ان الشخص اللي كان بيقول انا بقالي 2 3 مش عارف ابطل، هو اللي بيقول انا بقالي 25 سنه لسه ما بطلتش. وبناء عليه انت لو سبت نفسك وبتتعامل بنفس الغشامه انت هيجي وقت تقول كده. والمصيبه الاكبر ان انت ممكن ما توصلش للسن ده فتموت وانت عليه. وده حصل، وده في ذنوب كتير، وذنوب من النوع اللي احنا بنتكسف نقولها او بنتريق عليها لو اتقالت. بس مش هقولك ان انا مبتلى. ليه؟ رجاله عيب. ليه ده؟ مشكله. في المجاهده بالقطع دي طريقه. طيب ايه كمان من طرق التعامل مع النفس؟ لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. دي طريقه على فكره. حاجه غلط اقطع. طيب حاجه نفسي فيها، سؤال ايه العاقبه بتاعتها؟ لسه كنت بنتكلم مع حد كنت بقول له الراجل بيبص على ايه؟ على عواقب الامور. ده كلام ابن الجوزي على فكره. ايه الفرق بين واحد حكيم وواحد مش حكيم يا جماعه؟ اللي هي ايه؟ النظر في العواقب. انما كل القرارات كده تقوم رايح، لا. فانت اقعد فكر، هو انا لما افتح الموضوع ده، هو انت لما تشتغلي في الحته الفلانيه بعد 3 سنين ايه اللي هيتغير فيكي؟ هو انت لما تشتغل في الحته الفلانيه ايه اللي هيتغير فيك؟ ده في الفتن وفي الحاجات اللي انت مش تقدر تكمل فيها. طب ايه كمان؟ نسف الماضي. ما تخليش حاجه معاك تفكرك بالماضي، حتى لو كانت ذكريات بسيطه ولطيفه، ارقام، ورق، هديه، مكان، اي شيء. ابتعد. ما تعززش فكره انت عايزها تموت. قمه
عدم الذكاء. انا عايز انسى ولسه سايب الحاجات اللي تعزز الحاجه اللي انا عايز انساها. مين قال لك كده؟ فمن التعامل مع النفس نسف الماضي، منها المداراة، ان انت تصبرها. شفتي بكره تخش الجنه، نفسك في جنه بكره تجي لك احلى منها في الجنه، تفضل تصبرها وتكلمها وتاخد دي وتاخد دي وتروح مع ده، وتشغل نفسك بحاجه، تشغل نفسك عن المعصيه بطاعه، تشغل نفسك عن المعصيه، تشغل نفسك بالطاعه، تقعد تشغل نفسك وتكلم نفسك، تجنن. تلاقي نفسك بعد كده انت قاعد كده مع الناس، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك. رجعنا، شكرا. من الطرق التدرج، وده فين؟ في الخير، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. من الطرق الالتزام بالإلزام. مش عارف اخد القرار، اعمل ايه؟ بالالتزم بإلزام. زي قصة من؟ قاتل 100 نفس، اذهب إلى قوم كذا وكذا فاعبد الله معهم. هو ما كانش رايح بس بعيد عن القوم بتوعه، لا هو كان رايح كمان لقوم يلزموه بده. زي القرآن، يجي يقول لك انا نفسي احفظ القرآن من غير شيخ، اقسم بالله ما هتحفظ. ليه؟ يا اما هتبقى ندرة الندرة بقى، بس غالبا لازم يكون في متابع. طبعا كل نقطة من هذه النقاط فيها تفاصيل كيف تعامل النفس، وفي طرق اخرى، ولكن ده كان شيء عابر.